السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمل يوسف. هنعمل النهاردة مع بعض كذا أكلة باللحمة المفرومة، مكرونة بشاميل وجلاش محشي لحمة مفرومة. هنعمل كل حاجة مع بعض واحدة واحدة واتبعوا الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. أنا كنت بغرف المكرونة وهي سخنة عشان كده مش متماسكة، بس كان طعمها جميل. دي لحمة الفراخ قطعتها كده حتت صغيرة وفرمتها، ممكن تفرميها في الكبة او في المطحنة بتاعت اللحمة لو عندك خلاط بيطحن فيه مطحنة لحمة. واللحمة الحمراء فيها حتة دهنة، لازم تحط فيها حتة دهنة بتخلي طعم اللحمة المفرومة احسن. وتبلتها بالبصل، نقطة زيت صغيرة، ما كترتش زيت يعني. الفراخ واللحمة الحمراء، اللحمة البقري. دي جلاش، دي شبه فطيرة ست كريمة اللي طلع ترند اليومين دول، هي نفسها بس دي باللحمة المفرومة. التانية بتحط بدل اللحمة المفرومة مكسرات ومهلبية وحاجات تانية. هي موجودة عندي في القناة لو حابين تشوفوها، عاملاها انا قبل كده. بس دي بقى باللحمة المفرومة، كانت برضو جميلة نفس الطريقة بس باللحمة المفرومة. 3 طبقات جلاش وبين كل طبقة والتانية زيت، وبعدين جلاشة فوق كده تنتها وحطيتها زي ما انتوا شايفين كده، وتنيت بالطريقة دي. وكانت الجلاشة متماسكة وجميلة جدا. وحطيتها في الطاسة وحطيت زيت من فوق ومن تحت بس مش كتير، وقلبتها على كل جنب، وكانت جميلة ومستوية وجميلة ومورقة. هوريها لكم في الاخر. حمرتها زيادة عن كده وبقت حلوة، بقيت اقلبها الناحية دي شوية والناحية دي شوية عشان اشوف اللون وعشان تستوي كويس. لو انت حابة تعملها في الفرن وعندك كذا واحدة كتير، يعني عاملة كتير، انا ما عملتش غير 2، فانت لو عاملة كتير حطها في الفرن، تاخد في الفرن تقريبا حوالي ربع ساعة. انا عملت الجلاش عشان هنا ما بتحبش المكرونة بشاميل. اكيد عندكم اولادكم اللي بيحب واللي ما بيحبش. هنا بقى ما بتحبش المكرونة بشاميل، قلت لها اعمل لك جلاش، قالت ماشي. بنفس خلطة اللحمة عملتها لها. دي المكرونة بشاميل 5 معالق او 6 دقيق مع 5 معالق او 6 برضو زيت. قد المعالق الدقيق قد تعملي قدهم زيت. حطيت مكرونة وعليها البشاميل وعليها اللحمة المفرومة وقلبتها كده في بعضها. دي كل المكرونة، ما بعملش طبقة لحمة في النص والكلام ده لا، عشان ما حدش ينقي اللحمة. لخبط اللحمة كده بالبشاميل في المكرونة وسيبي شوية لحمة حطهم على الوش، وفوق اللحمة تحط البشاميل، وفوق البشاميل اللحمة الجبنة. كانش عندي جبنة او ما عندكيش جبنة مش مشكلة. وطبعا ما حطيتش في البشاميل بيض، ما حدش عاد بيحط بيض في البشاميل، اللي عايز يحط يحط، هو الوش بيحمر وبيبقى حلو من غير بيض. برضو هنعمل طاجن بشاميل. على فكرة الطاجن بيبقى حلو قوي، البشاميل اللي بيبقى حلو في الطاجن اكتر من الصينية. لا مش عارف، الطاجن بيخلي طعم الحاجة حلوة. حطيت برضو المكرونة كلها كده، دي المكرونة كلها مش نصها، دي كلها، وحطيت عليها جزء بشاميل وجزء لحمة مفرومة متعصج. وعلى الوش الوقت هحط البشاميل وفوقهم الجبنة. بس كده، ومفيش اسهل من كده. اللي عايزة اي استفسار ولا اللي عايزة اي حاجة تسألني، وياريت التعليقات الحلوة بتاعتكم. ما تنسيش تحط اللايك. معاكم امل يوسف. اللي بيعملها بالطريقة دي يقولي، واللي بيعملوش بالطريقة دي يعملها بالطريقة دي احسن، عشان اللحمة المفرومة بتبقى في كل المكرونة بتبقى احسن، مش تبقى في النص بس والعيال تقعد تنقي اللحمة او حد يقعد ينقي المكرونة بس. اللي بيحب المكرونة لا، يتلخبطوا مع بعض وياكلوا كله مع بعضه. وحمرتها بقت بالشكل الجميل ده. عصقت اللحمة ببصلة وحطيت اللحمة الاول وبعدين البصلة، وحطيت البهارات والملح وقلبتهم شوية. ممكن تحط طماطمايه مع تتبيلة اللحمة، وضروري الفلفل الاسود،
وضروري فلفل اسود في اكلة البشاميل دي. البشاميل مع الفلفل الاسود بيبقى جميل جدا. في ناس بيقولي من زمان ما عملتيش فيديوهات ليه؟ كنت اخده فترة اجازة عشان اشوفها وحشكوا ولا لا. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، ويا ريت الكومنتات الحلوة بتاعتكم، شجعوني بالكومنتات بتاعتكم، كلامكم والله بيشجعني. في حد منكم راح صيف؟ يا ترى بتقترحوا عليا صيف فين؟ احنا قريبين لدمياط وبورسعيد قوي، بيننا وبينهم ساعة. احنا بين دمياط وبورسعيد، فدايما بنروح دمياط وبورسعيد. عايزين نروح اسكندرية، عايزين نروح اماكن تانية. في ناس بتشكر قوي في مارينا وفي راس سدر. راس سدر يمكن هي اقرب بلد بالنسبة لنا برضو، بالنسبة للاماكن البعيدة بيقترحوا علينا الحاجات دي. شوفوا انتوا برضو، قولوا لي رأيكم ايه احلى مصيف بالنسبة لكم، ايه المصيف اللي انتوا رحتيه واتبسطت فيه. والناس اللي بتقول الصيف احلى ولا الشتاء، قولوا لي رأيكم ايه برضو. وسلام.